هاعمل معاكم النهارده وصفة كده من وصفات زمان. كنا زمان كده أهالينا يعملوا لنا صواني البيتزا. تمام، وخصوصا كده يوم الخميس بقى اللي هو صبح يوم الجمعة، ونقعد قدام التلفزيون ونشغل القناة الأولى أو التانية على المسلسلات الأجنبي اللي كانت بتشتغل، أو فيلم عربي حلو جاي. وكنا كده تطلع الصواني من الفرن تنزل على الطبلية ونقعد ناكل فيها. بجد انا من الناس اللي بتعشق البيتزا بتاعت زمان، البسيطة اللي مكوناتها بسيطة جدا، ما فيهاش بقى حاجات كده كتير، مش مكلفة كمان. تعالوا بقى نشوف النهاردة عملناها ازاي. معايا هنا 5 كوبايات من الدقيق. ال5 كوبايات من الدقيق يعملوا لنا كام بيتزاية؟ هيعملوا لنا واحدة مقاس 28، واحدة مقاس 30، وكمان 2 صغيرين مقاس 22. تمام تمام. جبت الدقيق بتاعي موجود، حضرته وجبت في الكوبايه اللي عيرت بيها الدقيق حطيت نص كوبايه من الميه على معلقه من السكر وكمان كيس خميره، وهسيبها لحد لما تتفاعل وتخمر عشان اتاكد ان الخميره بتاعتي سليمه، علشان العجينه ما تبصش. يا جماعه الخطوه دي مهمه جدا عشان ممكن الخميره تكون اساسا مش شغاله. وحطيت طبعا رشه ملح على البيتزا بتاعتي. كام معلقة زيت؟ حوالي 6 معالق زيت، ولو عندك معلقة اللي هي المعيارية دي هتعاير معاكي أفضل. أنا هنا حطيت حوالي 6 معالق، وكمان احتجت ان انا احط كمان وانا بعجنها. فالاحسن لو عندك المعلقه المعياريه بتطلعها مظبوطه. وبدأت طبعا ازود شوية المية. وكمان يا جماعة حطيت مايونيز، حطيت باكو مايونيز. هي المفروض هتحط لها لبن او زبادي، انا بصراحة ما كانش متوفر عندي زبادي واللبن كان مجمد، فحطيت معلقة من المايونيز بتحل الكلام ده. طب فايدتها ايه؟ ان هي بتخلي العجينة بتاعتي كده طرية. طبعا لميتها كويس. انا زودت حوالي كوبايتين وربع من الميه. طبعا انت على حسب الدقيق بتاعك نوعه ايه، وعلى حسب ان هو بيمتص الميه ولا لا، والكلام ده كله. هبتدي بقى اعجن في العجينه بتاعتي كويس قوي. كل ما عجنتيها كويس كل ما بتاخدي منها نتيجة ممتازة. العجن يا جماعة في المعجنات المدة بتاعت العجن بتفرق في شكل الحاجة لما بتطلع معاكي. انا هنا عجنتها كويس جدا، وكمان زودتها زي ما قلت لكم شوية كده من من الزيت. كان حوالي كام معلقة؟ حوالي معلقتين من الزيت زودتهم. هنا انا عندي العجينه بتاعتي ما كانتش بتلزق على الكوانتر او الرخامه، هي كانت بس بتلزق شويه في ايدي. عادي ما فيهاش اي مشكله. تفضلي تعجني لحد لما تلاقيها معاكي ما بقتش بتلزق. شايفين يا جماعه العجن؟ كل شويه المها وبعد كده برضه اروح فرديها كده، علشان خاطر ان انا هي تتعجن معايا كويس، تبقى فيها كده مطه كويسه. ولما تعجنيها كويس هتعرفي ان هي اتعجنت كويس. لما تيجي تمسكيها هتحسي ان العجينه بقت طريه كده خالص، في ايديكي فيها طراوه. كل ده زي ما قلت لكم بيفرق في العجن. بصي طلعي بقى لو متغاظه ولا مخنوقه، طلعي غيظك وخنقتك كلها في العجن، هتلاقي نفسك بقيتي زي الفل ولا كأنك كنت زعلانه خالص. تمام. انا هنا عجنتها كويس. حطيت بقى في البلاستيكه بتاعتي دي، حطيت فيها شويه زيت، وهبتدي ان انا احطها فيها وهسيبها لحد لما لحد لما تخمر. غطيتها. بصوا بقى هنا كان بعد ساعه. احنا على فكره خلاص الجو حر، انا ما شغلتش فرن ولا حاجه، انا سبتها على جنب وسبتها تخمر براحتها. الحشوة بتاعتي البسيطة: زيتون، فلفل، طماطم، شوية من اللانشون، وكمان جبنة رومي. عندك كسرة، عندك جبنة مبشورة، عندك شرايح وعايزة تقطعيها حتت صغيرة، مفيش مشكلة. هنا قسمت العجينة بتاعتي على عدد الصواني اللي انا هعملها. عملت كام كورة؟ عملت 4 كور. تمام. عملت 4 كور من العجينة لكل صينية، وطبعا كل صينية بتختلف في الحجم بتاعها. الصينية الكبيرة اللي انا بقى فردتها معاكم دي، انا كنت خلاص حشيتها، حطيت لها الحشوة ودخلتها الفرن وطلعناها وقطعناها، وكل ده ما كانش بيتصور. فعملت معاكم بس صغيرين،
حطيت الفلفل والطماطم والزيتون، وكمان هانزل عليها باللانشون والجبنة التركي. دي يا جماعة البيتزا بتاعت زمان، دي البيتزا اللي إحنا كنا عارفينها زمان. إحنا زمان ما كانش فيه بقى جبنة موتزاريلا، ما كانش فيه الكلام اللي إحنا إيه بيطلع الأيام دي خالص. كانت بيتزا بسيطة يا جماعة، ولمّا كانت البيتزا دي بتتعمل في البيت، ياه على سعادتي وفرحتي وأنا باكلها. حطيت طبعًا آخر حاجة الجبنة التركي، وهاسيبها تستوي في الفرن، ولمّا تطلع هاغطّيها وهاسيبها لحد لمّا تبرد خالص. هنا بُصّوا، سِبتها لحد أمّا بردت، وهابتدي بقى إن أنا إيه، أقطّعها. عايزة أقول لكم يا جماعة الريحة بتاعتها وهي في الفرن كده بتستوي، ولمّا طلّعتها كانت مالية الشقة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة، ونتقابل في فيديو جديد.